سوري يا جماعة، أصل الكلام ده عزيز عليا جدا. هنبدأ بقى في موضوعنا النهاردة وحلقتنا. هنتكلم النهاردة عن الفساد الإداري في محل الكنافة اللي في المعادي. هنبدأ نقارن النهاردة إزاي الملاكمة بتطور نفسها في الفرق الرياضية العالمية لحد ما توصل مستواها من الأقل للأعلى للأعلى لحد ما توصل للقمة اللي هي بتساوي ميدالية أولمبية. نيجي بقى لمحل الكنافة اللي في المعادي، ده من أكبر مثال لينا عندنا. إزاي بيطور من نفسه للأسوأ 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 اللي هو أصلا مش موجود. اما بقى عن الانجازات اللي بيتفشخر بيها رئيس محل الكنافه، واي لقاء يقول لك انا عملت وانا حققت وانا سويت وانا وديت وانا جبت، فدي ما بتبقاش جايه الا ببركه ربنا وحده وسر السجده وتعب وشقى الملاكم اللي تعب. انما هو لو هتيجي نتكلم على انجازاتك فانت بسم الله ما شاء الله الملاكمه على حسك بتطلع بره بتبقى حالها مرمطوها. كان فاضل لها تكه وتطلع حامل. اذا حبيت تحقق ميداليه اولمبيه، الميداليه دي محتاجه عده عناصر عشان تحققها. اول عنصر منها الاعداد. ماله يعني الكاسيت ماله؟ النهارده يا جماعه عندنا مثال عالمي لفتره الاعداد. محل الكنافه اللي في المعادي عمل معسكر تدريبي، اقامتها كانت في تركيا. المفروض من المعسكر ده ان انت بتحتك باكتر عدد من الماتشات الوديه علشان مستواك يعلى، عشان تقدر تشرف محل الكنافه قدام بقيه المحلات العالميه. اللي حصل بقى ان محل الكنافه ده ولاده وابطاله كانوا بيتدربوا لمده شهر كامل في ديسكو مهجور ملحق بالفندق اللي كانوا ساكنين فيه. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت عينينا واشرافنا، ايه المانع؟ وقضوها طول الشهر فتنس وبس. بس الحق يتقال يا جماعه، اللعيبه حققت في البطوله دي 5 ميداليات. بس برضه نسيت اقول لكم 3 منهم كانوا بالقرعه قبل ما اللعيبه يلبسوا الجلافز اصلا. النهارده يا جماعه هنتكلم عن ناحيه تانية خالص في حلقتنا، وهي شغل التي ار اس الفني. بمعنى ان ازاي المدرب يبقى محتضن ولاده بس بين دراعاته، ازاي بيحفزهم هم بس وبيشجعهم هم بس، وازاي كل الاهتمام بيبقى بيهم. بس برضه عنده حق، تصدقوا يا جماعه عنده حق فعلا. ما هي الناس دي برضه هي اللي بترفع من شأنه قدام الجمهور. الناس دي هي اللي بتشرفه وبتشربه وبتأكله وبتهننه وبتدلعه. وده إن دل فإنما بيدل دلالة واضحة على الترابط الأسري بين الملاكم ومدربه. مين؟ انا يا كابتن حلاط. مين بقى عباد؟ انا يا كابتن حلاط، انا النمر. اهلا اهلا حبيبي يا نمرة. حبيبي يا كابتن عامل حلاط. ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا عامل ايه يا كابتن حلاط؟ الحمد لله تمام. حبيبي يا كابتن حلاط، ادونا على العيال كلها. بص جبت لك عشا معايا. حبيبي يا كابتن حلاط. حبيبي. عامل ايه؟ الحمد ايه لله. طب هناكل فين طيب يا كابتن حلاط؟ عندك صينية ايه هاتها؟ جايب لنا ايه معاك؟ جايب لك الشويبس اللي انت بتحبها. امال ايه؟ الله حبيبي يا الله كابتن الله حلاط. يا الله. كابتن ايه حلاط. ده؟ استنى انا يا عايز اقول كابتن لك حلاط. ايه؟ انت كان جعان. ايه؟ جبت دلوقتي حبيبي يا مظبوط. كابتن حلاط. ايوه. تعال اقعد اقعد. اتفضل يا كابتن حلاط. اه اتفضل. حبيبي يا كابتن حلاط. كشري كمان ده عجبتني انا كده. اقدر اراعي حد غيرك يا كابتن حلاطه؟ ربنا يخليك. هزر. ربنا يخليك. ايه الاخبار يا كابتن انا حلاطه؟ الحمد لله انت كويس؟ اخبار العيال عاملين ايه؟ والله الحمد لله اتفضل يا تمام. أبو حميد، الحمد عامل لله إيه؟ بخير. بقول لك بقى ايه؟ كده كده يا محمد والكلام ده. عندك حته جبنه قديمه علينا في الثلاجه. هاتها تفتح نفسك. حبيبي يا كابتن حلاطه. مراعينا مراعينا يا كابتن حلاطه. تعالى جيبوا الكرسي بقى بالمره. تعالى هات حبيبي يا هات كابتن عليه. حلاطه. اقعد حبيبي. اقعد اقعد. حبيبي يا كابتن بحب اسمع عن كل الفريق لا والله. انت حبيبي يا الله. خليك تتكلم فيها يا كابتن حلاطه لازم معاك انت يعني حبيبي. ما رعتكش يا ابو حميد. حبيبي يا نمر. يعني في ايه يا نمر؟ هو انا لسه هعرفك حبي ليك عامل ازاي. الله يخليك يا كابتن حلاطه. حبيبي اتفضل يا كابتن نمر. حلاطة. حبيبي يا نمر. اتفضل. ربنا اتفضل. يخليك. لا حدش قبلك يا كابتن ما حلاطه. ينفعش يا ابني. لا اتفضل. طيب بسم الله. ايه يا جدع انت؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم في ايه؟ السلام. متأخر ليه؟ يا عم كان عندي سهرة كده وعادي يعني انا ايه الله هو عادي يسعدك يا يعني. سيدي، بس احنا عندنا تمرين مشكلة. لا هو. تمرين ايه؟ تمرين ايه؟ لا تهزر. لا بص انت نام وبكره الصبحية بغطيني في عدم وجودي. ها متعرفش حد ان انا مش جاي. لا يا عم انا ماليش دعوة بحالات يا عم، يقعد يتنح معايا ويقول لي صاحبك ومش صاحبك ومش عارف انت انزل بكرة عشان ما يأذيكش يا صاحبي. ده على اساس ايه؟ انا مش فاهم.
يا عم توكل نام انت بس، مالكش دعوه، انت غلبان قوي ما يعرفش حاجه ده. نام بقى. أوه. نمرة نمرة، قوم يلا عشان ميعاد التدريب. يا جسمي متكسر من تدريبات امبارح، يلا قوم عشان ننزل تدريب يلا. يا عم فكك بقى، بص قول له الكابتن حلاطه، قول له النمرة تعبان، قول له تعبان. يا ابني علشان ما يعملكش مشكلة يا ابني ولا أي حاجة. مشكلة ايه بقى؟ بص انزل انت، انزل انت وفكك منه. أنا مش قادر الله أكبر. لا فكك من موضوعنا، انا هنام. يعني أنت مش نازل؟ لا يا عم قلت لك بقى، قلت ولا حاجة. خلاص أنا هريح أنا كمان لأني مش قادر والله أكبر بصراحة. حبيب قلبي كابتن حلاطة. شيخ رامي حبيبي إيه الأخبار؟ تمام. إيه ما كويس؟ نزلش التدريب بتاع الصبح ليه يا شيخ رامي؟ بص يا كابتن، من قبل ما انت تقول انا عارف ان انت حاسس ان انت زعلان، بس والله العظيم جسمي كان متكسر من التدريبات. انت عارف ان انا براعي ربنا في تدريباتي، عشان كده والله العظيم جسمي كان تعبان جدا من حمل التدريبات عليا، فانا ريحت غصب عني والله. مع اني صحيت وظبطت المنبه، بس والله بعديها ما شفتش قدامي. حقك عليا. لا حقك انت عليا بقى، معلش. انا كلمت رئيس محل الكنافه تمام، وبلغت انت ما نزلتش النهارده التدريب الصبح ماشي، هو هيتعامل معاك. احنا قبل ما نعملكم بما يرضي الله، هو بقى قانون، هو هيتعامل معاك قانون. يا كابتن انت على طول كده بتودي مش قانون يا ابني، احنا هنتعامل معاكم بما يرضي الله. ماشي. لا اله الا الله. اهلا كابتن حلاطه، نعم عامل يا ايه؟ حبيبي. عامل ايه؟ إيه الاخبار يا كابتن حلاطه؟ تمام. ايه الاخبار؟ ايه يا نمر؟ ما نزلتش ليه التدريب بتاع الصبح؟ والله كابتن حلاطه مش عارف اقول لك ايه، يعني امبارح حصل مشكله خير. وعضله ضمه شدت عليا جامد. الف سلام كشفت؟ الف سلام عليك كشفت؟ انا رحت كشفت وعملوا لي فاتوره قد كده يا كابتن. كابتن حلاطه مش عارف مفيش اقول لك مشكلة. ايه. لا يا ابني، انا اسف يعني يا كابتن. لا يا حبيبي، مش مشكلة، انت عندنا عارف انا ما انت بخافش يا نمر. عارف العضله كده وجعاني كده فجاه كده. الف سلام رحت عليك. كشفت وفاتوره فلوس قد كده يا كابتن. لا يا ابني، وانت بتدفع انت ليه؟ ليه يا كابتن؟ حبيبي لا، قانون يا بابا، انت تجيب الفاتورة والاتحاد هو اللي يحاسب، خليه يحاسب عليها. مش ده عارف قانونك ايه. وده حقك يا حبيبي. الله يخليك يا ده كابتن. حقك يا بابا، ما الله تقلقش يخليك. من اي حاجة. الله يخليك. ماشي يا كابتن ماشي. مش اي حاجة، وبعدين ما تقلقش برضه. خد راحة بكرة وانا اكلم رئيس محل الكنافة، خليه هستأذنه ان هو بكرة يديك راحة، ما تنزلش مش بكرة يا عارف حبيبي. اقول لك ايه انت غالي عندنا يعني. حبيبي الله يا يخليك. نمر. الله يخليك. حبيبي يا نمر. ماشي يا كابتن. اي حاجه يا كابتن. كابتن ايه العلبة دي؟ انت رحت جبت علبة كشري من ورايا لا عيب عليك يا نمر، في ايه؟ انت جايبني يا ابني. لا يا كابتن. دي علبتي وعلبتك حطيتهم على بعض بعتهم وقلت اخدهم النهارده. عيب عليك يا نمر، تتكلم في ماشي ايه يا يا كابتن يا حبيبي؟ يلا وزي ما قلت لك بقى ارتاح، مالكش دعوه باي حاجه. ماشي يا كابتن. ماشي يا ماشي حبيبي، يا كابتن. ماشي يا حبيبي، ماشي يا حبيبي، ماشي يا حبيبي. ما تنسوش يا جماعه، اذا عندكم اي مشاكل في العابكم الفرديه تبعتوها لنا على الهاشتاج بتاعنا، واذا عجبكم فكره البرنامج وحبيتوا تتابعونا تعملوا لنا سبسكرايب.